يوم استوحش آدم في الجنة، استوحش آدم وهو في الجنة، فخلق الله له أنثى، أن المرأة ترى بركة، المرأة العاقلة تراها نجاة وتراها بركة وتراها أنس وتراها سعادة. يعني إذا استعرضنا التاريخ كله، من اللي صبر مع إبراهيم وتعرض للمخاطر؟ سارة زوجته، وبغى يعتدي عليها الملك الفرعوني. ومن اللي مشى معه من أرض الشام إلى أرض الحجاز وانقطعوا، لا ماء ولا وعاء، ولدها يصيح أم إسماعيل هاجر، مرة. وحفرت زمزم عينا معينا وماء مباركا إلى يوم القيامة، مرة بركة. من اللي أوحى الله إليها وأعطاها الله في آية واحدة؟ وهذه شوف بلاغة القرآن، آية واحدة اشتملت على أمرين ونهيين وبشارتين. موسى، وأوحينا إلى ألهمها الله، يعني وحي ما هو نبوة، لا إلهام. وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه، أمرين، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، نهيين. والبشارتين قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأرسلت ولدها في اليم، لا إله إلا الله. الأم تعرف ايش قيمة ولدها، لكن هذه استجابت. وبعدين أخته كانت تتبع أثره وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وأرشدت فرعون أن يخلون هذا الرضيع يرضع عند وحدة هناك موجودة، ما يدرون إنها أم موسى، فأخذوها ترضعه ويعطونها أجر، فكانت أكرم الأمهات أم موسى. شوف كيف بركتها. عندك القانتة اللي اصطفاها الله واللي ذكرها الله في القرآن باسمها صراحة، مريم العذراء البتول أم المسيح عيسى عليه السلام. هذه اللي حصلت لها القصة اللي سبحان الله، والله أن الواحد يتأثر. وتذكر يوم تكلمت عنها في رمضان الماضي، لأن القرآن يجعلك تعيش معه وتتعايش وتشعر بكل أخباره وأنباءه وأحداثه. قال الله يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الله اختارها، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه اللي نذرتها أمها إنها تقم بيت المقدس. في يوم ولدت بها قالت كيف؟ لأنها قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يعني طمعا منها أنه يكون ولد علشان يقوم بخدمة بيت المقدس قربانا لله. شوف الأم الفاضلة. فيوم وضعت بها وإذا بها بنت، قالت والبنت يجيها عذر، يجيها شيء ما تقدر تقرب المسجد والمكان المقدس. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إيش النتيجة؟ قال فتقبلها ربها بقبول حسن. إذا نظر الله إلى المرأة وهي راشدة فاضلة عاقلة بارك الله فيها وجعل الخير على يديها، ولدت بالمعجزة من غير أب. قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. شهادات لها من رب العالمين. وبعدين في تاريخنا كأمة محمد عليه الصلاة والسلام إذا افتخرنا بأول وحدة صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، أول بشر مرأة خديجة في لحظات صعبة. ترى كانت طاهرة، كانت لقبها في مكة العفيفة، عندها تجارة، والله إنها موفقة، والله إنها نحبها، والله إنها نجلها، والله إنها تدمع وتبكي قلوبنا قبل عيوننا إذا تذكرنا خديجة. الفضل لله ثم لخديجة. ثبتت محمد صلى الله عليه وسلم في موقف صعب، قالت ما يخزيك الله أبدا، تعال أبد أنت على خير. أمر ما يعرفه بشر عليه الصلاة والسلام، وجاه الوحي فزع. قالت أبدا أنت راعي خير رب العالمين، ما يخذل اللي مثلك، تكسب المعدوم، تعين على نوائب الحق، تقري الضيف. يعني أعطته
أمل أنك على خير ما يضرك رب العالمين. ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خديجة اللي نذكرها فنبكي، خديجة اللي إذا ذكرناها تأثرنا، كانت رحمة على البشرية كلها مع محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها ثبتتها في أصعب لحظة في تاريخ البشرية كلها، أن الله ينبأه ويرسله إلى الناس في ثقل من أثقال النبوة. يقول رب العالمين إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. خديجة موجودة قيضها الله لنصرة نبيه، فعانته ومدته وصبرته، وكان كل لحظاته معها. وبعد 10 سنوات تموت خديجة، بعد 10 سنوات من بعثته عليه الصلاة والسلام تموت خديجة، فيبكيها بكاء ما عاد قدر يبقى في مكة. فقد خديجة، راحت خديجة، وزاد عليه الضغط، ومات عمه ذيك الأيام، زاد عليه التعب وخرج من مكة. اللهم صل وسلم عليه. يقول أيام حتى وهو في المدينة إذا شاف شيء يربطها بكى. يوم شاف القلادة أرسلت بها زينب بنتها تفدي زوجها أبو العاص بن الربيع، شافها عليه الصلاة والسلام فبكى وقال يا أبا العاص يا أبا علي قل لزينب لا تفرطي في عقد خديجة. خديجة بركة، خديجة رحمة، خديجة خير كلها رضي الله عنها، اللي جعل لها رب العالمين إنها سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة والكاملة من النساء رضي الله عنها. شوف كيف البركة في هذا المرأة العادلة. المرأة ما نستغني عنها، المرأة هي حياتنا، المرأة تشير علينا، توجهنا، تبهج حياتنا، ما نستغني عنها. في مواقف كان عليه الصلاة والسلام يتذكر، قالت خديجة كانت تأتينا هذه المرأة أيام خديجة، يحب أخواتها، يرسل إلى صويحباتها. وبعدين شوف المرأة كيف كانت شخصيتها بركة على المسلمين في فتح مكة أو في صلح الحديبية. يوم جاء عليه الصلاة والسلام بغى يعتمر ومعه أم سلمة، لكن أهل مكة عيوا ما يخلونه يدخل. والصحابة يوم قال لهم بعد ما عقد الصلح مع أهل مكة أنكم ترجعون ما في عمرة، السنة الجاية تقضون، هذا المرة تحلوا إحرامكم وارجعوا انحروا هديكم. فأمر الصحابة فامتنعوا وزعلوا، قالوا كيف حنا على الحق وحنا مؤمنين، وكيف هذول مشركين والله ينصرنا، كيف ألست رسول الله ألست. فدخل عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وبه من الغم، قال يا أم سلمة أمرتهم فلم يستجيبوا، وأخشى إن أمرتهم ثانية فلا يستجيبوا أن ينزل الله بهم سخطه. قالت يا رسول الله يا رسول الله اخرج فاحلق رأسك وانحر هديك فإذا رأوك اتبعوك. هاي مرة عاقل شارت بالشور الصواب الصحيح اللي أنقذ الله به الصحابة. فحنا حقيقة نحفظ وصية الرسول عليه الصلاة والسلام فيهن، لأنه يوصي آخر أيامه قال استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله يحفظ خواتنا وزوجاتنا وبناتنا